السلام عليكم حبيبي في الله، عاملين ايه؟ معاكم الشربيني، واكيد ده فيديو جديد، وكالعاده يا رب جميعا تكونوا بخير. اهلا بكم ايها الساده المربيين. النهارده انا جاي اقول لك على ازاي تحسب ان دورتك دي نجحت ولا ما نجحتش، لان انا مش عايز اشتغل عمال على بطال وخلاص، وانا مش عارف هو انا بنجح ولا بنجحش، وانا بكسب ولا مش بكسب. مجالنا ده الحسابات والسجل بتاع المزرعه من اهم الاشياء، لا يقل اهميه عن العلف وجوده الميه والتهويه والرعايه والرطوبه والحراره والكلام ده كله، لا يقل. سجل المزرعه او سجل العنبر بتاعك او الاجنده الخاصه بالعنبر بتاعك لا تقل اهميه عن كل الاشياء دي. انا عايز اقول لك ان واحنا في كليه زراعه في محاضرات مخصصه عن الموضوع ده. لازم تعرف هو معامل التحويل بتاعي كام، نسبة النافع، اكلت علف قد ايه، كل الكلام ده كله. قبل ما نخش في صلب الموضوع عايز اقول ان في حاجات تانية ممكن تقول لنا احنا برضو ماشيين صح ولا ماشيين غلط. زي ايه؟ حاجة بيسموها التقييم المرحلي. يعني ايه برضو؟ يعني رقم واحد، الحيويه. فراخك او كتاكيتك من اول يوم دخلت في العنبر بتاعك حيويتها عامله ايه؟ من اول يوم طبعا لحد اخر يوم الحيويه عامله ايه؟ الفرخ كده كمشان وكاشش كده ومغمض عينه وواقف ولا فرخ بيجري ويلعب وياكل ويشرب وسحب الميه وعارف زي الفل؟ عينك على الحيويه بتاعت الفرخ بتاعك من اول يوم لاخر يوم. على فكره اي مرض سواء كان بكتيري او فيروسي هيصيب القطيع بتاعك، القطيع نفسه بيديك اشاره قبلها، القطيع نفسه بيديك اشاره قبلها. فعينك دايما على الحيويه، سحب الميه، سحب العلف. تاني حاجه برضو في التقييم المرحلي وهي الوزن الاسبوعي، وتحديدا وزن اول اسبوع. لازم برضو من ضمن الحاجات المرحليه اللي بتقول لك انت ماشي صح ولا ماشي غلط هو الاوزان. ما تجيش والله على وزن 7 ايام تقول لي انا عندي الوزن 150 جرام انا كده ماشي صح. لا، انت مش ماشي صح. والله انا وزن او عمر 21 يوم الوزن بتاعي 700 جرام، انت كده مش ماشي صح. فخد بالك كويس جدا من الاوزان اسبوعيا. اسبوعيا توزن. واهم شيء، اهم شيء عندي بالنسبه لي او عند الناس كلها، يعني الوزن عمر 7 ايام او عند عمر 7 ايام. طب هو الوزن عند 7 ايام المفروض بيساوي كام؟ المفروض الوزن عند 7 ايام بيساوي 4.5 وزن الاستلام. يعني خد وزن الاستقبال ايا كان الرقم اضربه في 4.5، ده المفروض يكون وزن الكتاكيت عندك عمر 7 ايام. طيب وزن الاسبوع الثاني تقريبا بيكون 2.5 وزن الاسبوع الاول، وهكذا بقى. ودي اول حاجه بتخلينا احدد هو انا ماشي صح ولا ماشي غلط، هو التقييم المرحلي زي ما ذكرنا كده. الحيويه، سحب الميه، سحب العلف، نسبه النافع، كل الكلام ده كله كده. بعدين بقى ننتقل للحاجه الثانيه اللي احنا برضو بقالنا فتره ماشيين عليها، الا وهي معامل التحويل. معامل التحويل كان حاجه يعني ادفانسد شويه، حاجه متقدمه شويه، بتخلينا نعرف برضو احنا ماشيين صح ولا غلط. طبعا معامل التحويل انت بتحسبه بعد ما الدوره تخلص. هو معامل التحويل بيساوي ايه، او الاف سي ار بيساوي ايه؟ بيساوي كمية العلف على كمية اللحم. بيطلع لك رقم، هو ده معامل التحويل. عشان كده حتى في دواء تقريبا عند شركة رويال اسمه اف سي ار جاي من معامل التحويل يعني. فده كان حاجة ادق شوية وادفانسد شويه، متقدمه اكثر، يعني بتقول لك انت ماشي صح ولا غلط. افضل ارقام تقريبا وصلنا لها، طبعا انا بتكلم على الارقام اللي هي بتاعت الشركات والكلام ده كله، لكن طبعا انا متاكد ان في ناس في البيوت بيطلعوا معامل تحويل مرعب يعني. لكن افضل ارقام تقريبا تم الوصول ليها في الارضي 1.4، وفي البطاريات 1.3. ده يعني تقريبا افضل ارقام او متوسط افضل ارقام تم الوصول ليها يعني ده اكتر ارقام بنشوفها في السوق المصري. طبعا معامل التحويل كل ما يقل كل ما يكون افضل. العلم بقى ما وقفش عند كده يا سيدي. العلم قال لك لا، انا عايز برضو احسب حاجه ادق، لان معامل التحويل بالنسبه لمشاكله، الفرخ اللي كان مثلا 3 كيلو واداني 2 كيلو ونص وزن عند عمر 30 يوم، مش زي مثلا اللي كان 3 كيلو واداني 2 كيلو ربع عند عمر 32 يوم مثلا. ففي مشاكل. ده غير برضو نسبه النافع بتعمل مشاكل اثناء الحساب في معامل التحويل. فقال لك بس كده. ودي بقى اخر حاجه العلم وصل لها. احنا يا فندم وصلنا لحاجه اسمها معامل الكفاءه الاوروبي. معامل الكفاءة الأوروبي. ركز بقى معايا كويس جدا في الدقيقة اللي جاية دي، وبرضه هعرض لك صور توضح اللي أنا بقوله، وبرضه انا كاتب عندي قدامي كده عشان ما نتلخبطش. هي مش صعبه بس عايزك تركز اثناء الحساب. معامل بقى الكفاءه الاوروبي ده بيساوي ايه؟ وهنوضح بند بند. بيساوي نسبه التوريد في متوسط الوزن على معامل التحويل في عمر البيع، كل الكوكتيل ده في 100. نسبه التوريد ده اول بند، في متوسط الوزن ده تاني بند، على معامل التحويل ده تالت بند، في عمر البيع ده رابع بند، كل ده في 100. ناخدهم بقى بند بند. اول بند نسبة التوريد دي بتساوي ايه؟ بتساوي 100 ناقص النافع الكلي. 100 ناقص النافع الكلي.
طيب النافق الكلي ده اجيبه ازاي؟ النافق الاجمالي او النافق الكلي على العدد الاجمالي، يعني النافق اللي عندك على العدد الاجمالي. تمام؟ ده كده اول بند هو نسبة التوريد. تاني حاجة متوسط الوزن، ده سهل جدا، اجمالي الوزن على العدد الكلي، ده سهل جدا مفيش فيه اي كلام، اجمالي الوزن على العدد الكلي جبت متوسط الوزن. طب معامل التحويل ده لسه قايلينه، كمية العلف على كمية اللحم في عمر البيع. وشايفك اللي بتقول لي ازاي احسب عمر البيع، اطلع بره اطلع بره امشي. المهم كل الكلام ده في 100، وكما قالوا بالمثال يتضح المقال. فنشوف بقى المثال البسيط ده وانت طبق يا فندم على دورتك او اي دورة قدامك هذا المثال. طبعا هناخد ارقام بسيطه عشان ما تتلخبطوش ونطلع المعامل سريعا سريعا. نفترض ان عندك يا فندم عنبر الحاج شربه اللي هو انا، يعني العنبر ده وليكن 1000 فرخ، عمر البيع 35 يوم، عدد الفراخ اللي تم بيعه 900 فرخه، اجمالي العلف 3000 كيلو جرام اللي هو تقريبا 3 طن، اجمالي اللحم تقريبا 2000 كيلو اللي هو 2 طن. نحسب بقى معامل الكفاءة الأوروبي. نقول بقى معامل الكفاءة الأوروبي للمرة الثالثة أو الرابعة بيساوي نسبة التوريد في متوسط الوزن على معامل التحويل في عمر البيع، كل ده في 100. يبقى أول حاجة عايزين نجيبها نسبة التوريد اللي هي بتساوي إيه؟ بتساوي 100 ناقص نسبة النافق. طيب نسبة النافق عندنا في المثال هنا كام؟ احنا عندنا عنبر 1000 بعنا منه 900، يبقى كده نسبة النافق كام؟ 10%. يبقى 100 ناقص 10، ده كده أول بند جبنا ان هو نسبة التوريد في متوسط الوزن اللي هو كام؟ اللي هو زي ما قلنا إجمالي الوزن على العدد الكلي. شد بقى خط وانزل تحت في المقام. أول حاجة معامل التحويل، قلنا بيساوي كام معامل التحويل؟ بيساوي كمية العلف على كمية اللحم. كمية العلف قد ايه؟ 3000 كيلو جرام اللي هو 3 طن، على كمية اللحم اللي هو كام؟ 2000 كيلو جرام اللي هو 2 طن. في عمر البيع قلنا العنبر اتباع عند عمر 35 يوم، كل ده في 100. دلوقتي انا بقى عملت المعادله دي وعندي كل البيانات وطلعت المعادله دي وطلعت الناتج النهائي. اعرف بقى انا ماشي صح ولا غلط منين؟ عن طريق النسب اللي قدامك دي. معامل الكفاءه الاوروبي بيبدا من 280 ثم 320 ثم 350 ثم 400. هنشوف بقى الرقم اللي طلع لنا ده موجود بين اي رقمين من الارقام دي. لو الرقم بتاعك طلع ما بين 280 ل 320 فاذا كده معامل الكفاءة مقبول، يعني يمشي. لو طلع ما بين 320 ل 350 ممكن نقول عليه جيد، افضل شويه من مقبول، يعني ممكن نقول متوسط. لكن لو طلع ما بين 350 ل 400 ده كده جيد جدا، يعني كده الدوره بتاعتك ناجحه تقريبا بنسبه 90%. ولكن لو اعلى من 400 كده بفضل من ربنا دورتك فوق الممتازه. ده كده معامل الكفاءه الاوروبي. طبعا انا مش هقعد اضرب امثله عشان بس الفيديو ما يطولش، ولكن انت خد لك بس مثالين كمان كده، وانت حتى الامثله والمعطيات انت الفها انت، واعمله بس مره ولا مرتين واحفظ القانون عشان تتعود عليه. ده كده افضل ما توصل اليه العلم لحساب نجاح دورتك. بس كده، ما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناه، ولو لسه ما دخلتش جروب الواتساب فايتك كتير قوي، هتلاقي اللينك تحت في وصف الفيديو. ونصيحه مني اشترك في الجروب بسرعه عشان فيه هديه قيمه جدا ان شاء الله هنطلعها قريب، وهنختار الفائزين من الجروب. بس كده، بحبكم في الله، وربنا ربي يفرحكم جميعا ويكبر بخاطركم جميعا ويرزقكم الجنه. السلام عليكم.